السلام عليكم. اليوم بجيب لكم طريقة إعداد الجهاز الجديد. طبعا هذا جهاز شاومي. انتظر الآن أول ما يقوم بتشغيله بعدين نكمل الخطوات. أول ما يشتغل بيجيني زي كذا، أعمل هنا التالي. بعدين من هنا بختار اللغة سواء كانت عربي ولا غير العربي. بعدين أعمل هنا أختارها كذا وأعمل هنا التالي. هنا بختار الدولة بعدين أعمل التالي برضه. هذا السهم هو التالي. هنا أعمل موافق على الشروط والأحكام وأعمل التالي. بعدين هنا بيتحقق إذا كان في شريحة ولا لا، إذا كانت موجودة ولا أعمل تفعيل اسم ولا أعمل التالي. هنا طبعا أدخل شبكة الواي فاي بعدين أعمل التالي. أنتظر الآن جاري إعداد الهاتف. هنا إذا أردت عمل نسخ احتياطي بعمل هنا نسخ، إذا ما أردت النسخ بعمل هنا عدم النسخ. بعدين انتظر. هنا عندي الحسابات لازم أركز، في أحيان يطلب مني حساب جوجل، في أحيان يطلب مني حساب شاومي MI. هنا كمان تشاهدون عندي حساب جوجل، هذا جوجل. إذا عندي حساب بدخله هنا، إذا ما عندي حساب بعمل له تخطي. هنا بعمل له تخطي عشان أدخله مرة ثانية في السوق مباشرة لما بعد ما شغل الجهاز. هنا بيسألني إذا أردت تشغيل الخيارات هذه ولا أعمل قبول ولا أعمل رفض. بعدين أعمل التالي. هنا عندي تعيين قفل الشاشة، إذا أردت تعيين قفل بصمة، قفل الوجه، رمز، أي حاجة. إذا أردت أعمله هنا ولا أعمل له تخطي من هنا. هنا عندي مراجعة، أعمل هنا حسنا. هنا عندي بعدين الموقع، إذا أردت تشغيله ولا أعمل له إيقاف. بعدين أعمل هنا التالي. هنا عندي الخط، استطيع تغييره من هنا ولا بعدين في الإعدادات. بعدين أعمل هنا التالي. بعدين هنا إعدادات شاشة القفل، إذا أردت تظبيطه ولا أعمل له هنا تخطي. بعدين هنا عندي الكلاسيكي ولا درجة تطبيقات، بختار من هنا أي خيار من هنا. بختار مثلا هذا وأعمل هنا التالي. الآن تم جاري تجهيز النظام، خلاص الآن بيشتغل. انتظروا لما يكتمل. خلاص الآن أكتمل التثبيت، أعمل التالي. خلاص الآن الجهاز شغال طبيعي، ما فيه مشكلة. طبعا في بعض الناس عنده حساب يكون في شاومي ما بتحتاجه، حساب شاومي بتحتاجه في التطبيقات دي خاصة بشاومي فقط. لكن الجيميل الذي هو تبع جوجل تستطيع استخدامه في متجر بلاي، في يوتيوب، في أي مكان عادي. طبعا إذا كان عندك حساب MI بتدخل على الإعدادات، بعدين من هنا تدخله إذا كان عندك فيه أسماء ولا صور ولا أي حاجة. من هنا إذا دخلته من هنا تحصل كل شيء فيه. أما الجوجل بتدخله من هنا ولا بتدخله من المتجر مباشرة من هنا. من هنا بمجرد ما تعمل تسجيل الدخول، إذا كان عندك أسماء، إذا كان عندك صور، إذا كان عندك أي شيء فيه تظهر عندك موجودة هنا. فقط مجرد ما تحط الرمز وتكمل الإجراءات. إذا كان عندك حساب سابق بتكتبه هنا وتعمل التالي. إذا كان عندك جديد بتعمل هنا إنشاء حساب جديد.